وزي ما قلنا طبعا ان المصريين القدماء زمان الملوك كانوا بيبنوا الاهرامات عشان يدفنوا فيها، ولا ايه؟ ازاي بقى يا استاذ؟ بقى كل الهرم ده عشان يدفنوا فيه؟ ايوه طبعا عشان يدفنوا فيها، امال عشان ايه يعني؟ طب ازاي بقى ما اتدفنوش فيه؟ لا طبعا اتدفنوا فيها يا حلو يا استاذ ما هم لقوا في حجره الملك التابوت بتاعه فاضي خالص. طيب يبقى المومياوات اتسرقت اكيد، يعني اكيد. تتسرق ازاي يا استاذ؟ هو انت ما شفتش الغطا بتاع التابوت قد ايه وحجمه قد ايه؟ قد ايه؟ كبير جدا وتقيل جدا، يعني مستحيل حد يقدر يشيله. طب خليهم شاريه بطريقه ما، ليه بقى كل الابواب صغيره وضيقه؟ دي حتى هتخليهم ما يعرفوش يدخلوا عشان يدفنوا الملك. بقول لك ايه، هي مقابر والملك اتدفن فيها وخلصنا على كده. طب خليها مقابر يا استاذ، في حد عاقل هيعمل مقابر بكل الحجم ده وبالدقه دي؟ ولا انت شكلك بتاخد دروس عند حد تاني. قول لي يا ولا، مين اللي وزك عليا يا ولا؟ مين اللي وزك عليا؟ قول يا واد. والله ما في حد يا استاذ. ولا انت هتسقط يا ولا، ومفيش اعمال سنه ليك. عارف ليه؟ عشان انت واد غشاش وبتذاكر من ورايا، واكيد بتروح عند استاذ تاني وهو اللي وزك عليا. انا عارف يا استاذ اطلع بره يا اطلع بقى، ولا اطلع بره يا خلاص يا استاذ، خلاص. قال محترمه صحيح، قال هيعرف اكتر مننا. قال نكمل الدرس. تخيل لو قلت لك ان كل اللي انت درسته في حياتك عن تاريخ مصر وعن المصري القديم وعن الاهرامات كل ده كان غلط، وان الاهرامات ما كانتش مقابر ولا حاجه، وان السر وراء بناء الاهرامات وبالاخص الهرم الاكبر ممكن يبقى مذهل حرفيا لدرجه ان خيالك ممكن ما يستوعبهوش بسهوله. وده عشان في ادله كتير قوي عماله بتزيد في الفتره الاخيره دي، وكلها بتاكد ان الهرم الاكبر ما كانش مقبره زي ما كلنا كنا فاهمين، او حتى زي ما كان بيتدرس لنا في المدارس والجامعات، لكن في الحقيقه هو كان وسيله لتوليد الطاقه الكهربائيه. مش بس كده، ده كمان كان بينقلها بشكل لاسلكي عبر الجو في الهواء. وكمان في ادله كتير قوي بتقول الحضاره المصريه القديمه عمرها اكبر من 7000 سنه بكتير، وانها ممكن تكون بدات من 12000 سنه ويمكن اكتر كمان. في نهايه القرن ال19 كان في عالم عبقري اسمه نيكولا تسلا، اعتقد ان في كتير منكم سمع الاسم ده قبل كده. الراجل ده كان من اكتر العلماء المؤثرين في الحضاره البشريه على الاطلاق، لدرجه ان اكتر من 80% من الابتكارات اللي قايمه عليها التكنولوجيا الحديثه اصلها بيرجع لاكتشافاته واختراعاته. لكن الاغرب والمذهل فعلا ان الراجل ده كان عنده مشروع طموح وفضل يشتغل عليه طول حياته لحد ما ماته او لحد ما اتقتل. المشروع ده كان قادر ينقل الحضاره البشريه كلها في حته تانية خالص. الراجل ده كان عايز ينقل الكهرباء ويوزعها على الكره الارضيه كلها بطريقه لاسلكيه ومن خلال الهواء. ايه ده عارفه؟ يعني عايز يعمل زي الهرم كده زي ما قلت في اول الفيديو. عليك نور، انت كده مركز معايا يا صديقي. تسلا عشان يعمل كده يا صديقي بنى برج كبير قوي في لونج ايلاند في نيويورك اسمه برج والد نيكليف، والبرج ده كان هدفه هو توليد الطاقه الكهربائيه وتحويلها لموجات وذبذبات لاسلكيه. والموجات اللاسلكيه دي يا صديقي يقدر اي حد يستقبلها في اي منطقه ويشغل بيها اي جهاز عنده بكل سهوله. طبعا مش محتاج اقول لك ان المشروع بتاعه ده لو كان نجح كان ممكن موازين القوى والاقتصاد في العالم كله تتغير او تنهار، وده لان كل المستثمرين والشركات ورجال الاعمال وقتها كانوا بيشتغلوا على الكهرباء اللي بيتم توليدها بالفحم او بالبخار وبيتم نقلها بالاسلاك. كانت صناعه مدفوع فيها يا صديقي ملايين الدولارات. تسلا بقى بالمشروع اللي كان شغال عليه ده كان قادر يلغي كل ده ويخلي الطاقه الكهربائيه متاحه لكل الناس في اي حته من الهواء كده بدون اسلاك وببلاش. وعشان كده كان لازم التخلص من ابتكارات تسلا او تسلا نفسه. وفعلا البرج اللي بناه تسلا فجاه اتدمر في ظروف غامضه، وبعدها بفتره تسلا نفسه مات في ظروف اكثر غموضا. وبعد ما مات الحكومه الامريكيه استولت على ابحاثه كلها، وفضلت الابحاث ديت سريه لعشرات السنين بعدها. لحد دلوقتي محدش يعرف تسلا كان ممكن يوصل لايه بالابحاث دي. يا عم انت دخلتني في تسلا وابحاث وكهرباء وتوهتني معاك كده. هو احنا مش كنا بنتكلم عن الاهرامات؟ اللي جابنا هنا بقى. اصبر يا صديقي انا جاي لك في الكلام اهو. وايه اللي خلى تسلا اصلا يفكر في المشروع ده؟ جاله من بنات افكاره مثلا، ولا حتى كانت حاجه في عصره الهمته بالفكره دي؟ لا طبعا. الهام تسلا الاساسي يا صديقي كان جاي من البناء المذهل اللي اتبنى من الاف السنين. ايوه يا سيدي، الهرم الاكبر في الجيزه. تسلا كان مفتون باهرامات الجيزه وكان شايفها مش مجرد ابنيه عاديه كده، وبرده مش مقابر للملوك زي ما الناس كانت فاهمين في وقتها او لسه فاهمين كده لحد دلوقتي. هو كان شايف انها مباني متطوره جدا والاقرب لمفاعلات توليد طاقه كهربائيه، وكان بيقول ان الاهرامات دي قادره على توليد الكهرباء في الهواء كده لاسلكيه. وده اللي اوحى له بفكره برج والد نيكليف اساسا المتعارف عليه في اوساط علم المصريات والاثار. هو ان الاهرامات اتبنت سنه 2500 قبل الميلاد، كانت مقابر لملوك مصر القديمه. لكن الحقيقه ان في دلائل كتير قوي تم اكتشافها حديثا بتثبت ان الاهرامات اتبنت قبل كده بكتير قوي، وانها اتبنت بطريقه بتخليها تولد طاقه كهربائيه فعلا بطرق غريبه جدا. تسلا شكله طلع عنده حق ولا ايه؟ عشان تفهم اكتر خليني الاول اكلمك عن الاهرامات شويه صغيرين. الهرم الاكبر يا صديقي بيتكون من 2 مليون و300 الف قطعه حجريه واوزانها تتراوح من 2 طن ل 20 طن. في احجار بيوصل وزنها يا صديقي ل 70 طن زي سقف غرفه الملك. لا وكمان كان بيقطع الحجاره دي من مسافات بعيده جدا زي اسوان وغيرها، وبينقلوها المشوار ده كله لحد مكان البناء. الله
كل ده في عصور ما قبل التاريخ، يعني قبل كل التكنولوجيا الحديثه دي، ده على افتراض ان ما كانش فيه تكنولوجيا وقتها اصلا. الاغرب بقى ان الهرم نفسه من جوه جدرانه مصنوعه من نوع من الجرانيت موجود فيه ماده الكوارتز، والماده دي يا صديقي بتقدر تولد كهرباء لما تتعرض لضغط شديد، زي الضغط المكون من 2 مليون و300 الف قطعه حجريه اللي وزنهم تقريبا بيوصل ل 6 مليون طن. لو مش فاهم المقصود بقى من كلامي، خليني اقول لك بقى ان بالشكل ده ممكن جدا الاهرامات دي تكون بتستخدم فعلا في توليد الطاقه الكهربائيه من خلال الضغط على الكوارتز ده، وباستخدام تقنيات كتير قوي ما نعرفش عنها اي حاجه. غريب بقى ان ترتيب الاهرامات الثلاثه باحجامها ومواقعها المختلفه مترتبه في بنائها بشكل دقيق جدا ومبنيه بطرق هندسيه معقده جدا جدا. ايام ما اتبنت يا صديقي كانت متغطيه بطبقه من الحجر الجيري الابيض اللي كان بيلمع جدا تحت اشعه الشمس وتحس ان هو بينور المكان، وكمان الحجاره اللي مبنيه بيها الاهرامات متقطعه بدقه وحرفيه شديده جدا ومرصوصه كلها بزاويه ثابته ودقيقه جدا جدا، ومستحيل كانت تتعمل بالشكل ده بطرق البناء القديمه دي. عايز اقول لك ان كل التكنولوجيا الحديثه دي ما تقدرش تظبطها بنفس الشكل ده، فازاي بقى كان ممكن حضاره قديمه وبدائيه تبني صرح عظيم بالشكل ده؟ الصرح اللي ما حدش لحد دلوقتي قدر يوصل لاسراره ولا حتى يفكر يبني واحد زيه. اجابه السؤال ده بقى يا صديقي مذهله حرفيا، عشان في باحثين جدد نشروا ابحاث واثباتات مؤخرا بتقول حاجات اغرب من الخيال. بس عشان نسيب الكام معلومه اللي قلناهم دول يثبتوا في دماغك وعشان ما تتوهش مني يا صديقي، هقول لك في الحلقه الجايه باقي التفاصيل وهنعرف كمان الابحاث دي بتقول ايه. بس قبل ما نقفل حلقتنا عايز اسالك سؤال يا صديقي هيخلينا نعرف مع بعض اذا كنا هنكمل عرض الفكره ولا لا. انت فعلا مقتنع ان الاهرامات كانت مجرد مقابر ولا شايفها حاجه اكبر من كده بكتير؟ انا علاء عرفه وبس كده.